اول ما الجو بيبرد عندنا في مصر كلنا بنقوم اوام نعمل الطبق اللذيذ ده. تروحي لاي بقال تجيبي عدس للشوربه. لو عايزة تشربي شوربة عدس في الجو البرد اللي احنا فيه ده وتكون كده مختلفة وليها مذاق مختلف جدا وريحة مختلفة جدا، يبقى هتبقى النهاردة شوربة العدس التركية اللي احنا هنعملها مع بعض. نفس المكونات بتاعتنا اللي احنا طبعا بنعملها في شوربة العدس بتاعتنا المصرية العادية التقليدية، ولكن الطريقة نفسها مختلفة، هتدينا طعم مختلف تماما تماما. ولكن كل المقادير ان شاء الله هتبقى مبسطة وسهلة، وهنتكلم بقى واحنا شغالين في الفيديو بإذن الله. اللي أول مرة يشوفني أنا سمية من مطبخ مصر، أتمنى إن شاء الله تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل إشعار بكل فيديو جديد بنزله. وطبعا يبقى كرم اخلاق منكم لو شرفتونا وعملتوا لنا لايك على الفيديو علشان يترفع ويتشاف ويوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الفيديو النهاردة مع بعض. في الاول طبعا احنا بنسلق الخضار بتاعنا مع العدس في الطريقة بتاعتنا المصرية. الطريقة دي احنا هنجيب معلقة كبيرة او معلقتين من الزبدة، نحطهم كده في الحلة على النار لغاية ما الزبدة بتاعتنا تسيح. اول ما تبدأ تفك معانا كده وتبدأ تسيح، مش عايزينها تاخد حرارة، لان زي ما احنا عارفين ان الزبدة مش بتتحمل النار. يعني مجرد زي ما احنا شايفين كده ان فيها كمان جزء لسه مسحش، هنبدأ نحط البصل بتاعنا. البصل ده بصلة واحدة كبيرة، طبعا هقول لكم كل المكونات وهكتبها في صندوق الوصف كمان. عندي 4 أو 5 فصوص من التوم على حسب ما بتحبي التوم يكون عندك قد ايه في الاكل. دول تقريبا 5 فصوص توم. هشوح طبعا البصل والثوم، وكمان عندي حبة بطاطس كده متوسطة هقطعها مكعبات، هبدأ ان انا اشوحها هي كمان. يبقى بصل وثوم وبطاطس هشوحهم كويس مع معلقتين الزبدة اللي احنا حاطينهم. طبعا يفضل زبدة، يعني الطعم بيكون مختلف، ولو عملناها بالسمنة او بالزيت مش هيكون احسن حاجة. احنا عايزين نشوحهم بس مش عايزينهم ياخدوا لون معانا. عندي حبة جزر كبيرة او نص حبة كبيرة، يعني لو كبيرة خالص 2 صغيرين زي ما بتحبي. برضو الجزر مهم جدا ومن العناصر الجميلة في شوربة العدس. هغطي عليهم واسيبهم دقيقتين برضو كده يتشوحوا. انا عايزاهم كلهم يتبلوا بدون ما ياخدوا لون احمر. بعد كده هجيب واحدة من مرقة الدجاج تكون خضار، يا ريت لو يعني بتفضلي الخضار وتبدأي تحطيها معاهم وهي كمان وتشوحيها. وبعدين هجيب حبة طماطم او حبتين واقطعهم كده شرايح، لو حبة كبيرة او 2 متوسطين، وهبدأ احطهم هما كمان. بعد كده بقى عندي كوبايتين من العدس غسلاهم ونقعاهم، هبدأ ان انا اصفيهم واضيفهم هما كمان للخضار بتاعنا، واشوح العدس ده حوالي 10 دقايق، من 5 ل10 دقايق على نار هادية. طبعا هنقلب كده تقليب مستمر. زي ما احنا شايفين العدس طبعا لونه هيتغير معانا من السخونة بتاعت الحلة وسخونة الزبدة والخضار اللي معانا، فانا عايزة العدس ياخد اللون ده، بس نحاول ان هو ما يلزقش، وده هيرجع طبعا للتقليب بتاعنا المستمر. اول ما تحسي بقى ان العدس اتشوح معاكي كويس، تبداي تجيبي ميه مغليه، يعني ممكن تغلي الكاتل مثلا، تملي الكاتل كده، واول ما العدس يتشوح معاكي كويس تبداي ان انت تضيفي الميه المغليه علشان يغلي معاكي على طول، ما تستنيش لما الميه ترجع تغلي معاكي من تاني. فيا ريت يكون ميه سخنه او ميه مغليه، ده هيسرع من العمليه ويخلي التسويه بتاعته تكون كويسه. هنقلبه بقى تقليبه كده، وهنبدا بقى نحط شويه الملح ونحط شويه كمون. وطبعا انا مش بحط فلفل اسود، انا ممكن احط شويه شطه، لو حد عندك بيحب الاكل سبايسي هنحط كمان شويه من الشطه. وطبعا احنا لسه برضو هنظبط ليه الملح والتوابل والحاجات اللي هنحطها تاني بعد ما نصفي الكلام ده ونضربه في الخلاط، ولكن دي المرحله الاولى. هيخلص معانا بقى تسويه لما الخضار بتاعك يستوي كويس جدا جدا، هتبداي بقى تضيفي العدس في الخلاط او بالهاند بلندر اللي يريحك فيهم. فانا هبدأ اضيفه كده شوية بشوية في الخلاط وهضربه كويس جدا جدا، وبعد كده هبدأ ان انا اصفيه. تقريبا بقى كمية الكوبايتين العدس مع شوية الخضار اللي احنا حطيناهم هيملوا دور الخلاط ده مرتين. هتحطي كده بقى المصفى على الحلة وتبدأي ان انتي تحطي العدس زي ما احنا شايفين كده، هو نازل اصلا ناعم وكريمي جدا. انا يدوب بس عايزة كده لو في قشرة طماطم او اي حاجة من الخضار ما يبقاش في الاكل كده تبقى الزهرة، لان كل ما كان يعني ناعم كده وكريمي زي البيوريه كده، لازم الحاجة تكون ناعمة معانا، هيدينا نتيجة افضل
وقت الاكل والتقديم هتبداي بقى ان انت تقلبي كويس كده لغايه ما ينزل معاكي من المصفى. خلصنا كل الكميه اللي عندنا وبقى الشكل ده. هنبدا بقى نحطه على النار تاني، عايزين نغليه شويه على النار يعني يدوب كده 10 دقايق. انا طبعا هو يعني في الوصفه الاصليه مش بيتضاف ليه شعريه ولا حاجه، هو بيتاكل كده مع العيش الناشف اللي احنا هنشوف احنا هنحطه او هنستعمله ازاي مع العدس. في المرحلة دي برضو انا هبدأ بقى احط شوية من الكركم، وده لازم عشان لون العدس كده يديني اللون الاصفر الجميل اللي احنا شايفينه ده. وهحط شوية من الكمون، وهحط شوية من الملح، وهحط كمان شوية من البابريكا. هقلب كل الحاجات دي كويس كده. انا ظبطت الملح بتاعه بقى، ما عادش هيحتاج معايا اي ملح خالص، وهبدأ احطه على النار يغلي. انا عايزة الغليان زي ما انتوا شايفين كده، يعني حوالي 10 دقايق غليان هتكون كافية جدا جدا ان العدس بتاعنا يكون استوى. وطبعا لو حابة تتخلصي من الرغاوي اللي بتكون في الجنب دي مفيش منها مشكلة خالص، مش هتغير معاكي في حاجة. خلصنا كده العدس واللون بتاعنا بقى كده بقى جميل زي الفل زي ما احنا شايفين. في ناس بقى في المرحلة دي بتجيب كده معلقة من الزبدة وتعمل فيها فصين توم وتقدح على العدس، وفي ناس بتسيبه زي ما هو كده. فزي ما يرجع لكم انتوا طبعا، ده التاتش بتاعنا بقى المصري زي ما احنا عارفين. فاللي يحب يعمله مفيش اي مشكلة خالص فيه. هنبدأ ان احنا نصب العدس بقى في حاجة كبيرة كده، وتطلعيه في الطبق الكبير ده. وعندي بقى العيش هنا انا قطعته كده بالمقص، وحطيت عليه معلقتين من زيت الزيتون وشوية ملح كده وشوية فلفل، ودخلته الميكروويف لغاية ما العيش ده يعني اتحمص معايا كده وبقى في منتهى الجمال. هبدأ بقى ان انا ازين بيه الطبق. وكمان في ناس عند الاكل بتحب بقى تحط شوية من العيش ده على كمية عدس معينة كده، ويبدأوا ان هم ياكلوه بألف هنا وعافية. مش بيحبوا الرز خالص مع العدس. دي حاجات بقى أذواق، يعني كل واحد بياكل بذوقه طبعا وبطريقته. بس طبعا مش عايزة اقول لكم قد ايه الوصفة جميلة فعلا ومختلفة تماما تماما عن العدس بالطريقة بتاعتنا اللي احنا بنسلق بيها الخضار. يعني هي شوية حاجات بسيطة جدا نقلت الوصفة صراحة من حاجة لحاجة تانية خالص. طبعا كمية العيش اللي هتعمليها على حسب افراد الاسرة بتاعتك، وياريت تجيبي شوية كده من العيش وتجهزيهم وتطلعيهم في طبق كبير كده جنب العدس. حابين تعملوا جنبه رز ابيض مفيش مشكله خالص، رز بالشعريه، لان طبعا في ناس بتحب الشعريه في العدس نفسه، بس هو الطريقه التركيه دي بتتعمل من غير الشعريه. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم والوصفه تكون سهله كده وبسيطه، ويكون الفيديو خفيف عليكم ان شاء الله. واتمنى تجربوا الوصفه وتكتبوا لي في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم او حلوه او تستاهل ان هي تتعمل او ما تستاهلش. طبعا رأيكم بيهمني جدا جدا، وقناتي مش هتكبر ابدا ولا هتتشاف الا بتفاعلكم على الفيديوهات. فرجاء منكم انكم تدعموا الفيديو باللايك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.